10 أشخاص مجانين خاطروا بحياتهم من أجل المرح. من المحتمل أنك تستمتع بحياة مريحة وآمنة بها القليل من الخطر والمغامرة. في الحقيقة بالنسبة للكثير منا هذا شيء حقيقي، ومع ذلك هناك أناس لا يقبلون بهذا النوع من أسلوب الحياة. هؤلاء الناس يحتاجون للخروج وتحدي العالم وأنفسهم، وذلك بقيامهم بنشاطات في منتهى الخطورة، سواء كانت تتعلق بالسرعة أو المرتفعات الشاهقة أو المواقف الخطرة. هؤلاء الناس يبحثون عن الإثارة بأقصى الطرق. فاديم ماكارو وفيتالي راسكالوف. القاعدة الأولى لكونك باحثا مجنونا عن الإثارة هو أنك لا تخاف من المرتفعات، ولذلك فاديم وفيتالي هما بالطبع مؤهلين لذلك. كلاهما أصبح مشهورا وسيء السمعة مع الشرطة بسبب تسلقهم جميع أنواع المباني، سواء كان جسرا شبكيا أو رافعة بناء أو خلال ارتفاعات عالية، فإن فاديم وفيتالي سوف يتسلقون صعودا إلى الأعلى، والنتائج لذلك كانت فيديوهات وصور مبهرة ورائعة لهم. وإلى الذين يخافون من المرتفعات ويهتمون بالسلامة والأمان، انظروا بعيدا، لأن هؤلاء الاثنين لا يستعملون أي معدات خاصة للوصول إلى أعلى الهدف الذي يريدون تسلقه. بيف روسي، طيار سابق للقوات الجوية سابقا وطيار تجاري حاليا. ربما قد يكون مفهوما أن روسي يحب الطيران نسبة لما قيل سابقا، ولكن هذا الباحث السويسري عن الإثارة يعرف بالرجل النفاثة بسبب أجنحة الطيران التي يقحم نفسه بداخلها. وكما تبدو هذه الأفكار العائدة من فترة الخمسينيات، روسي حلق فوق جبال الألب جراند كانيون، ممر عميق في ولاية أريزونا طوله حوالي 277 ميل، والقناة الإنجليزية، وهي قناة تفصل بين جنوب إنجلترا وشمال فرنسا لتقوية قدرات النفاثة الخاصة به، حتى أنه حلق في تشكيل مع قاذفات قنابل من نوع B-17 وطائرة إيرباص الضخمة من نوع A380. نيك واليندا. لا تستطيع التحدث عن باحث مجنون عن الإثارة دون ذكر من يقومون برياضة السير على الحبال المشدودة. لماذا يوجد على كوكب الأرض من يريد السير على سلك رفيع مربوط في الهواء على ارتفاع شاهق بدون وجود معدات للأمان معه؟ ولكن كما هو معروف، الناس يعشقون نيك واليندا وحلقاته على الهواء لما يجدونه من إثارة فيما يفعله. على نهج عائلته، واليندا قام بالسير على الحبال المشدودة تقريبا في كل مكان، من جراند كانيون إلى الحدائق الترفيهية، حتى أنه قام بالسير بين أبراج فندق كوندادو بلازا في بورتريكو، وهو نفس المكان الذي أودى بحياة جده الأكبر في عام 1978 أثناء قيامه بعرض هناك. جاري كونري. بينما هي رياضة إحصائيتها آمنة، القفز بالمظلات هي رياضة يفضل الكثير منا بكل سرور الابتعاد عن ممارستها. الآن تخيل القفز بحرية من طائرة أو هليكوبتر دون استعمال مظلة. جاري كونري قام بهذا في عام 2012. الرجل الموهوب صاحب 45 عام قفز عن ارتفاع 2400 قدم باستعمال بدلة بها أجنحة للطيران فقط، وصولا إلى السرعة القصوى التي وصلت إلى 75 ميلا في الساعة. كونري أصبح أول شخص يهبط بنجاح على الأرض دون استعمال مظلة عندما هبط على حزمة الصناديق الورقية التي كانت بفضل الله فارغة. أندي جرين. عندما تنظر إلى هذه المركبة الخطرة المسمى ب SSC، ربما تظنها قاذفة صواريخ، في الواقع إنها سيارة. ما نوع الشخص الذي يقود هذا الشيء؟ حسنا، إنه أندي جرين، طيار في سلاح الجو الملكي البريطاني، اعتاد على السرعة وعدم الخوف من المخاطر، حيث في عام 1997 جرين قاد مركبة SSC لتسجيل رقم قياسي جديد للهبوط بسرعة تتخطى 763 ميلا في الساعة، تخطت سرعة الصوت. ولكنه لم يكتفي بعد، في نفس السنة كان يريد أن يتخطى حاجز 1000 ميل في الساعة في مركبة SSC المسمى بنيو بلوند هاوند. إيفل كنيفل. حسنا، لا يوجد اختلاف أن الحديث عن المجانين الباحثين عن الإثارة لن يكتمل دون ذكر الأسطورة إيفل كنيفل. هذا الأسطورة المتهور كان معروفا بالقفز بالدراجات النارية على الأشياء. لماذا؟ ببساطة لأنه يستطيع ذلك، حيث قام بذلك من القفز فوق الأسود والحيوانات والثعابين إلى 14 حافلة موضوعة في صف واحد. كنيفل استمر بتخطي الحدود في محاولته لإثارة الحشود، حيث طوال حياته قام بأكثر من 70 محاولة قفز
وعانى من أكثر من 400 إصابة بكسور في عظامه. جورج كورونيس. عندما نذهب في عطلة أو إجازة معظمنا يرغب بالذهاب إلى مكان دافئ. حسنا، هذا ما فعله جورج كورونيس. الأمر هو أن الكندي صاحب 45 عام يفضل الصخور الحادة والحمم البركانية بدلا من الشواطئ الناعمة والكوكتيلات. وكما ترى، بالإضافة إلى كونه محبا لمطاردة العواصف، كورونيس أيضا يستمتع بالتسلق داخل البراكين الثائرة. هو لديه الصور السيلفي والملابس الواقية المحترقة لإثبات ذلك. وختاما لذلك، هو وزوجته تزوجا على شفا بركان ثائر في عام 2006. إيريك بارون. هذا الرجل الفرنسي هو عاشق للتزلج ورجل متهور، ودائما ما يبحث عن الإثارة القادمة، حيث قرر أن يقوم بعمل رقم قياسي في أن يكون أسرع راكب دراجة. بعد العديد من الأرقام القياسية على الثلج والأرض، إضافة إلى الحادثة التي أصابته بسرعة أكثر من 100 ميل في الساعة في عام 2002، عاد عام 2015 لعمل رقم قياسي جديد، وذلك بالتزحلق على منحدر ثلجي عاصف. قام بعمل رقم قياسي بدراجته بنزوله بسرعة 138.75% ميل في الساعة. ألاين روبرت. بدون استخدام معدات أمان أيا كانت نوعها، هذا الرجل الفرنسي قام ببساطة بتسلق مبنى وهو يجري بسرعة من الخارج، وغالبا بدون إذن. هذا الرجل الفرنسي الملقب بسبايدر مان يستعمل فقط أحذية تسلق وبعضا من الطباشير لإتمام المهمة. من دار سيدني للأوبرا إلى برج خليفة في دبي إلى أبراج بتروناس الثنائية في كوالالمبور، تسلقات روبرت تمتد لساعات، وفي الغالب تنتهي به وهو مقيد من الشرطة. فيليكس باومغارتنر. خلال حياته المهنية قام بعمل جميع الأنواع الخطرة لرياضة القفز بالمظلات ومحاولات القفز من المباني. هذا فقط يؤهله للقب باحث مجنون عن الإثارة. ومع ذلك، في عام 2012 وكجزء من مشروع ستراتوس لشركة ريد بول، فيليكس ارتقى إلى ارتفاع ومستوى أكبر وصل إلى 127,852 قدم قبل تأديته القفز الحر، عندما وصل إلى سرعة 843.6 ميل في الساعة. أصبح أسرع قافز حر بشري في التاريخ، وأول شخص يكسر حاجز الصوت دون مساعدة مركبة. وبعد قيامه بهذا، قرر وضع حياة المخاطرات وراءه بواسطة قيامه بقيادة سباق السيارات.